هيئة مفوضي الدولة في القضية. وكان تقرير الهيئة الذي تم إيداعه أمس الأول قد انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بحل الحزب الحاكم السابق وبتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة. لم يكن غريبا أن نتقدم ونجدد أول دعوة أمام المحكمة الإدارية العليا. في تداعيات لثورة 25 من يناير تبعثرت الأوراق السياسية لبعض الأحزاب والتي شهدت الأيام الماضية محاكمات لرموز النظام السابق، واليوم نظرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي قضية حل الحزب الوطني، وقد استمعت لطلبات أصحاب الدعوة وأفسحت المجال لمحامي الحزب والذي طالب بتأجيل القضية للاطلاع على أوراق الدعوة وعلى تقرير هيئة مفوضي الدولة. وقد أجلت المحكمة الفصل في القضية إلى جلسة 16 من الشهر القادم. هذه الدعوة مؤداها طلب حل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله ورد مقاره وممتلكاته إلى الدولة. النهاردة تقرير هيئة مفوضين الدولة جاء مؤيدا لمطلب حزب السلام الديمقراطي، جاء مؤيدا لكل ما جاء من أسانيد استند عليها حزب السلام الديمقراطي في فساد الحزب الوطني الديمقراطي. هذا الحزب هو الذي اختار أن يكون حزب الحكومة، وهذه الحكومة التي سقطت هي التي اختارت أن تكون حكومة الحزب. ما دام قبل هذا الزواج ما بين الحزب والحكومة فليجب أن يتحمل الحزب هذه التبعيات. أشار تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى خروج الحزب الوطني عن القيم التي كان قد اتخذها ركيزة أساسية لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري. الحزب الوطني هو حزب مسؤول عن إفساد الحياة السياسية، مسؤول عن إفقار المصريين، مسؤول عن التراجع الكبير في دور مصر العربي، مسؤول عن الحالة التي وصلنا إليها الآن. الحزب الوطني رسخ مجموعة من القواعد نتيجتها هو انطلاق ثورة 25 يناير. عبر عدد من أعضاء الحزب الوطني عن رأيهم مؤكدين تمسكهم بالحزب، مؤكدين أيضا عن حقيقة وقود فاسدين داخل الحزب، ولكن يوجد أيضا شرفاء وعبروا عن استيائهم على التعميم. دافع عن الشرفاء في الحزب الوطني الديمقراطي. الحزب الوطني الديمقراطي مقام من 3 مليون عضو، إذا كان فيهم 1000 عضو فاسد ف3 مليون بقيتهم مش فاسدين. أنا حزب ليا كيان في كل مكان في جمهورية مصر العربية، كل شياخة مقامة بأقل عدد 200 عضو. من صالح مين ان انا اهد الحزب الوطني؟ واحنا بحثنا وتدرسنا في ان احنا يتم اقصاء كل من تحوم حولها شبهات فساد في الحزب الوطني، وسيتم تنظيف الحزب، وليس من حق اي مواطن ان يحجر على الاخر بممارسه الحياه السياسيه والحريه والديمقراطيه. شباب الثورة اكدوا على ضروره حل الحزب الوطني، مؤكدين فساده وعدم مسيرته لمرحله ما بعد الثوره. في 1000 فاسد، طب ال1000 فاسد من ضمن 3 مليون، فين بقيه ال3 مليون؟ ما قالوش ليه رايهم في اي حاجه غلط هم كانوا بيعملوها. الحزب الوطني حضرتك لم يقدم أي جديد للسياسة المصرية. لم تحسم المحكمة الإدارية العليا حكمها اليوم في قضية حل الحزب الوطني لعدم اطلاع محامي الحزب على أوراق الدعوة، وأيضا على تقرير مفوضي الدولة الذي أشار فيه إلى إمساك الحزب الوطني بمقاليد السلطة وإفساد الحياة السياسية في مصر على مدى 30 عاما. عبد المنعم محمد، التلفزيون المصري، من أمام مجلس الدولة. استقبل رئيس مجلس الوزراء دكتور عصام شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين الدول الإفريقية في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية إلى جانب تحقيق الاستقرار